كتير مننا متخيل انه مجرد ما يكتب الخطه بتاعته هو خلاص كده نفذها من غير ما يتعب، وان اهدافه وامانيه هتتحقق من تلقاء نفسها. وهنا بيوصف الكاتب حالنا مع الخطط بتاعتنا، فبيقول ان الخطط بتاعتنا موجوده في الصخور ولكن اقدامنا ما زالت ناعمه، وعشان نوصل للهدف بتاعنا لازم نمشي في وسط الصخور دي ورجلنا تتشقق من التعب والمشقه والالم لحد ما نوصل لاهدافنا. كمان اعمالك العظيمه واهدافك اللي نفسك تحققها مش هتتحقق وانت نايم وعايش حياتك بالطول والعرض، لازم تتعب وتتكبد المشاق عشان توصل لهدفك. وهنا بيضيف الكاتب عباره بلاغه تانية، وهي ان طموحاتك الكبرى لن تتحقق حتى تمسح العرق بيد ترتعش من التعب. وبيكمل ان اكبر مشكله بتقابلنا في التربيه مش نقص المعرفه، كتير مننا عنده معرفه وعنده معلومات وقارئ كتب كتير جدا، مشكلتنا الرئيسيه هي نقص الجديه. كلنا عايزين ننجح ونوصل لاعلى درجات العلم ونبقى من العظماء اللي سطروا اسمائهم في صفحات التاريخ، لكننا في نفس الوقت غير جادين في الامنيه دي. احلم زي ما انت عايز، قول انك نفسك تبقى زي الصحابه والتابعين والناس اللي اثروا في تاريخ الامه، ولكن طول ما انت ما بتاخدش خطوات جاده وما بتتعبش نفسك للوصول لكده عمرك ما هتوصل، لان مفيش نتائج من غير مقدمات. ولو بحثت عن الناس اللي ابدعوا وتميزوا وحفروا اسمهم على صخرة التاريخ هتلاقي اكبر متضرر في حياتهم هو الطعام والشراب والنوم وغيرها من المتع الدنيوية اللي سابوها وضحوا بيها في مقابل ان هم ينتجوا وينجزوا ويحققوا اعمال عظيمة. ابن القيم بيقول في مقولة من مقالاته البليغة: الكمالات كلها لا تنال الا بحظ من المشقة ولا يعبر عليها الا على جسر التعب. وبيقول في مقولة مشابهة: هيهات ما وصل قوم الى المنزل ولا عبروا الى مقر الراحة الا على جسر التعب. وبيكمل ابن تيمية توضيح المعنى ده فبيقول عن ابراهيم الحربي: اجمع علماء الامة ان النعيم لا يدرك بالنعيم. نعيم العلم والاثر وانك تكون من العظماء في الدنيا والاخرة عمرك ما هتوصل ليه وانت منعم في الدنيا وعايش حياتك بالطول والعرض وما بتبذلش اي مجهود. وزي ما كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الجنة واللي هي اعظم غاية لنا كلنا محفوفة بالمكاره، وبالتالي وصولك لاهدافك واحلامك مش هيكون الا بالصبر على المكاره. وعشان تصبر لازم تكون عارف ان نهاية الصبر والتعب ده خير عظيم، زي ما بيقول ابن القيم: من تلمح فجر الاجر هان عليه مشقة التكليف.